السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. عواشركم مبروك دخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو رمضان مبارك سعيد. كما كتشوفوا اليوم جيتكم فيديو جديد طريقه تحضير العسل. كما كتعرفوا رمضان هذا وكنحتاجوا العسل بكثره في المعسلات. يلا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. راه كيجي عسل زوين وطريقة سهلة، تبعوا معايا الطريقة وتبعوها وإن شاء الله ينجح معكم واخا تكونوا أول مرة تصاوبوه. وشكرا لكم التفاعل ديالكم معايا، كنشكركم من هذا الفيديو هذا. ويلا معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة في نفس الوقت. وكما كتشوفوا عندي هنايا كمية تاع 4 كيلو تاع السكر، كنحتاج ليها 2 اطرو تاع الماء، 2 قوالب السكر. كما كتعرفوا راه كيوزنوا 4 كيلو، وكل قالب كيوزن 2 كيلو. وكنحتاج ليهم 2 لتر تاع الماء. كنعبر هنايا بالقرعه ديال نص لتر، كنعبر بالقرعه ديال نص لتر، والماء كنديرو من الروبوني ديريكت في السكر. كنحتاج ليها 2 لتر ديال الماء. اول حاجه باش ينجح معاك العسل ضروري من التخمير. العسل ضروري ما يبات ليله كامله باش يجي العسل زوين وناجح وطلق الخيط. السكر ديال القلب كيجي بنين وكيلصق على الحلوى، لانه السكر فيه واحد الماده هي اللي كتخلي السكر ديالك يتشكل، هي اللي كتخلي السكر يتشكل ويتبرص على شكل قالب. كما كتعرفوا هذيك الماده هي اللي كتخلي العسل ديالنا يجي بنين ويجي زوين ومعلك، وكيجي حسن من تاع سنيده وتاع دوك المرصوات، دوك الطريفات الصغار. وكما كتشوفوا هنايا العسل انايا راه خليته ليله كامله وكيتبدل اللون ديالو، والسكر كيطلق مزيان، كيطلق الماء وكيتبدل ليه اللون. وكنزيد عليه هنايا طريفات ديال الحامض ولا ديال الليمون، المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم. انا هنا درت شديت حامضه غسلتها وقطعتها طريفات صغار وضفتها على العسل ديالنا. وممكن تزيدي عليه منسمات لي بحال القرفه، بحال الباديانا، بحال الزعتر، بحال انتي، المهم على حسب الذوق ديالك نسميه باش ما بغيتي. وبالنسبه لهنايا منين كندير دوك الطريفات ديال الحامض، انا هنا اكتفيت فقط بالحامض، ما درتش منسمات. غادي ديري على نار اللي تكون مهيله، والنار تكون بحال شي شميعه، تكون مفتيله، تكون ناقصه بزاف باش العسل ديالك ما يتحرقش ليك. وكنسد عليه هنايا تقريبا ساعه، سديت عليه ساعه وحليت عليه الكوكوت، حليت عليه ديك الغطاء الكوكوت، حيدتها وخليته تقريبا شي ساعه وهو كيطبخ فوق البوطه، ما دايرش ليه الغطاء باش يتبخر يتبخر لك داك الماء ويحيد داك الماء اللي كاين في العسل اللي بقى. كما كتعرفوا اي حاجه كنديروا ليها الغطاء، يا اما قاميله يا اما كوكوت، اي حاجه كطيب كتطلق الماء، ملي كتحيدي لها الغطاء كيتبخر لك داك الماء اللي بقى. وهنايا كما كتشوفوا ملي كيوليو عندكم هاد الطريفات بحال هكا في الليموني عاطين داك اللون اورانج، كتعرفي بان العسل ديالك راه واجد. وكتجربي، ممكن تجربي في واحد الطبيصيله، غادي ديري واحد شويه العسل في الطبيصيل وغادي تحطيه في الثلاجه ولا تحطيه غير في الجنب تخليه يبرد مزيان، وديك الساعه كتشوفي العسل ديالك واش واجد. وهنا كنصفيو مزيان داك العسل ديالنا كما كتشوفوا، كنصفيوه مزيان من دوك الشوائب اللي تيبقاو ودوك الطريفات ديال الحامض. وكما كتشوفوا راه صفيتو هنايا مزيان بديك الصفايه، استعملت واحد الصفايه اللي هي صغيره وصفيتو به مزيان. وكما كتشوفوا من بعد كنصفيه كنخليه ليله كامله كيرتاح. الا لقيتيه في الغد ليه باقي جاري ممكن ترديه فوق البوطه وتخليه يطيب مزيان تحصلي على النتيجه اللي انت باغيه. وكما كتشوفوا انا هنا راه ما درتو، ما رجعتو على البوطه، ما حتى شي حاجه. هذا هو الشكل النهائي تاع العسل ديالنا من بعد ما كيرتاح ليله كامله، كيجي بهذا الشكل. كيجي خاتر واللون تاعو رائع. كنحصلوا على هذا اللون بدون مواد اصطناعيه وبدون منسمات. اما المذاق راه كيجي رائع، كنتمنى تجربوه ومتاكده غينجح معكم 100%. وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والكومنتات الزوينه ديالكم اللي كتحفزني. وكنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.